إذا مشاهدينا الكرام، سابع نزالات الليلة في وزن الديك. يا روح رياضية جدا كبيرة يقدمها كل المقاتلين. طبعا الأوزان الصغيرة مثل ما تعودنا. رياض طارق يمكن هي اللي شوف فعالية وحركة كبيرة في النزال. طبعا كان مراد بالوزن الأخف، الآن قرر أنه يطلع على هذا الوزن ليثبت نفسه أو سجل الرياضي أو الاحترافي لكلا اللاعبين هو سجل كثير كبير، يعني عم يكون في خبرة عالية بين اللاعبين. عم نشوف الآن يعني تنقلات بالمصارعة بين اللاعبين. رتم سريع من البداية بين مراد وعبد كاروف. عبد الكاروف عنده ضربات خطافية سارية وقوة انفجارية صراحة، بس اللي يشكل أمامه عقبة هو طول القامة والريتش، مو بصالحة لصالح ماجوميدوف. طبعا نحن بنعرف انه يعني لما بيكون المقاتلين من روسيا وكرغستان بيكون عندهم خلفيه قويه بالمصارعه، وهي اللي شفناه باول تبادل بين المقاتلين. كان في محاوله اسقاط من مراد ولكن تفاداها اللاعب من علي مردان بدفاع كان كثير جيد. والان عم نشوف تسلسل لكمات جيد من علي مردان. اذا نزال في منتصف القفص مشاهدينا الكرام، والتحام قوي بين علي مردان ومراد. ماجد عم نشوف انه كل ما كان في التحام عم يكون في محاولات اسقاط سريعه من كلا المقاتلين، ولكن عم يكون في تفادي. هذا يعني ممكن يكون دليل على تفوق كلا اللاعبين بهيك نوعيه من القتال اللي هي المصارعه. نعم، لكن ما اعرف طارق، بس هل ممكن يكنسلوا بعض في النزال الارضي بحكم تفوقهم في النزال الارضي؟ ممكن كثير يكون لما بيكون كلا المقاتلين عندهم خلفيه قويه بالمصارعه بنشوف انه القتال يتجه اكثر الى السترايكينج، لانه يعني لا يعني لا اللاعب في الركن الازرق او اللاعب في الركن الاحمر قادر على اسقاط النزال على الارض، فبيتجه القتال يكون له اكثر طابع سترايكينج. ضربة قوية من ميدوف رجعت المقاتل الخلف. نعم كانت ضربة قوية لكن لم تصل إلى الهدف المطلوب، ويستمر النزال دقيقتين ونص مشاهدينا الكرام على نهاية الجولة الأولى، وفي إيقاف من الحكم كان آيبوك، ويستأنف النزال مباشرة. علي مردان ما يقول اي شيء، يقول لك انا كمان يعجبني المقاتل اللي ما ياخذ يعني ما يستعمل اي عذر لعدم تكمله القتال. انت جاي تقاتل. الرياض عم نشوف انه يعني قوة اللكمة عم تكون لصالح علي مردان أكثر. صح. شوف طارق بعد ما كمل كلامه وشفت الإثبات والبرهان داخل القفص مرة أخرى، جاب جاب مرة أخرى ومحاولة إسقاط. ماجوميدوف يضطر إلى الإسقاط بعد أن أخذ وطأ ضربات من علي مردان. علي مردان شكله كأنه عصب بعد الضربة هاي. ممكن يعني عم نشوف الآن كثافة وفعالية اللكمة عم تكون من علي مردان. انقباض كان قوي من علي مردان. شوف خطأ علي مردان، يعني نزل انحنى إلى الأرض وماجوميدوف أخذ بضربة ركلة يسارية. ملاكمة ولكمات جيدة من قبل علي مردان. مراد ماجوميدوف لاحظ كأنه قام ياخذ سترايد مالته، قاعد يتحرك، قاعد يحرك رأسه، وهذا أهم شيء اللي قاعد يساعده، لأن علي مردان قاعد يجد صعوبة في الوصول إلى وجه مراد ماجوميدوف. طبعا يعني الجدير بالذكر مثل ما ذكرت ببداية القتال انه مراد ماجوميدوف كان يلعب على وزن 57 كيلو، ولكن قرر انه يطلع على وزن 61 كيلو ليثبت نفسه. يمكن يكون هذا فرق بقوة اللكم، يعني عم يطلع من وزن اخف من هذا الوزن الى الاعلى. السرعه الصالحه بس ما عنده القوه الجسمانيه. صحيح. نعم القوه الجسمانيه لصالح طبعا الوزن الاكبر. بس شو قاعد تلاحظ انه مراد ماجوميدوف قاعد يستخف بعلي مردان، قاعد يعطيه وجهه يقول له حاول تضرب باستخفاف مرات. علي مردان واخذ الظهر بشكل ممتاز، يعني تفوق وقوه جسمانيه لصالح علي مردان. عبد كاريوف أخيرة على نهاية
شراسة واضحة ماجد صراحة. يعني الشراسة لصالح الركن الأزرق بشكل كثير كبير. علي مردان من المقاتلين الجديين جدا، صح يعني صح. من البدايه رتم عالي ويحط عليك ضغط مستمر. بس تلاحظ ان مراد ماجوميدوف اصلا نشوفه بالعاده يحاول يستخف فيه، يعني في وقت من الاوقات اعطاه وجهه ونزل ايديه مثل طريقه بريس نسيم، وهذا ما اعتقد طريقه كل واحد يقدر يسويها، خصوصا انك جاي الى وزن اخر، وزن مختلف، يعني تكون حركتك راح تكون اخف لان انت قاعد ترفع وزنك، فحركتك تكون يعني ما عندك قوه جسمانيه يعني المهم تكون. تفضل. عنده علي مردان عنده 21 نزال، هذا يعني دليل واضح على الخبره اللي عنده اياها داخل القفص، ممكن تساعده بهيك حالات. وعلى كلام ماجد انه ياخذ الامور بجديه، يعني تلاحظه يعني حتى انه يبتسم من بتكلف، يقول لك يعني اوكي انا جاي الضارب ما جاي استخف، ولكن مراد ماجوميدوف قاعد يحس انه كانه يستخف بخصمه. على فكره اعتقد القوه الجسمانيه لصالح علي مردان والحركه والسرعه ودقه التصويب لصالح مراد ماجوميدوف. اذا جوله ثانيه على وشك البدء بين علي مردان وماجوميدوف. الجولة الثانية أعزائي المشاهدين 10 نقاط للفائز، 9 فما أقل الخسران، 3 جولات كل جولة 5 دقائق. مراد ماجوميدوف بالقفازات أو الركن الأحمر، المقاتل علي مردان بالقفازات البيضاء والركن الأزرق. قوية يسارية، أوه ركلات اليسارية لماجوميدوف تشكل خطورة في الجولة الثانية. ضربات قوية، شوف كجسد لصالح او ضربه اعتقد كانت تحت الحزام، بس مثل ما قلت لك ما يهمه علي مردان، يقول لك اضربني تحت الحزام انا اقدر اكمل، وراح يرد عليه بقوه. اعتقد المفروض ما يستخف بخصمه. هذه اليمينيه جت من طرف علي مردان. علي مردان عم يضغط على مراد. شوف اللي صار وقع الفم، وقع والحكم ما شافه، واقع الفم غير موجود. شوف علي مردان يقول انا اريد واقع الفم، وهذا مو من حقك توقف النزال. غلطة من علي مردان، يقول له واقع الفم، مو من حقك توقف النزال. علي مردان قاعد يبحث عن واقع الفم، بس انت مو من حقك توقف النزال. صحيح. رياض غلطة. رياض لازم يدافع عن نفسه بكل الاوقات، لان كان النزال مستمر في طريقه، كان في تبادل للكمات، ما فيك توقف النزال يعني هو ما زال النزال ماشي، ما فيك توقف النزال على رايك، الحكم هو لازم يوقف النزال، هو سيد الموقف، صحيح. الموقف ما يقدر يوقف النزال. صحيح. يعني غلطة من المقاتل علي مردان، قاعد يبحث عن واقع الفم، وهذا غلط. الحكم ما شافه، بس مو الحكم مو المفروض يوقف النزال. صارت يعني النزال ما زال مستمر، ما لازم علي مردان كان يوقف ويبحث عن الواقي، يعني حتى لما اخذ مراد ظهره كان لازم يتابع بانه يعني النزال ما زال كان مشغول واقي الفم، وعلي ومراد كان عم يخنقه، هذا ما بيصير. على فكره هو ما يعرف. احنا خلينا نكون واقعيين، ما عندنا اعزائي المشاهدين، مو من حق المقاتل يوقف النزال حتى لو سقط واقي الفم بخطا، بقصد او بغير قصد، والا كان كل مقاتل رمى واقي الفم وبصق على الارض وقال لك وقف لي النزال. صحيح. فغلطه من المقاتل علي مردان. نعم كلفت النزال. على فكره النزال كان يروح عن طريق ضربات، وصار انتهى بخنقه خلفيه. اذا لاحظتوا، ما اعرف اذا لاحظتوا انه احنا قاعد نتابع كل النزال، بس خنقه خلفيه صار. نعم خنقه خلفيه، وغلطه جدا كبيره من علي مردان، غلطه عدم معرفته بقانون الفنون القتاليه المختلطه. والان ننتقل الى سايرس في صوت اليو سي للاعلان الرسمي عن الفائز. Ladies and gentlemen, referee Thomas Brander stops the fight, round number 2 at 1 minute and 9 seconds. Your winner by tap out to the rear naked choke, Murad Magomedov. And presenting the award to Murad Magomedov is the CEO of UAE Warriors, Fuad Darwish.